يا مساء الفل والياسمين عليكم. هنعمل النهاردة السمك القمر اللي انتوا شايفينه ده. السمك كان جاي صاحي زي ما انتوا شايفين كده، والأولاد بجد كانوا فرحانين بيه قوي. زوجي الله يصلح حاله واديله الصحة كان جايبهولنا وهو جاي، والأولاد حطوه في مية زي ما انتوا شايفين كده. ده بقى السمك اللي كان صاحي فيه. الباقي كان يعني ايه ما هو صاحي، فحطيناه في حاجة لوحده، والعيال قعدوا يلعبوا معاه وغرقولي المطبخ كله مية. السمك كان بتلعبط في المية وبهدل الحتة كلها. هو ما كانش كبير قوي زي ما انتوا شايفين كده، يعني كان حجمه وسط كويس يعني، بس بجد كان طعمه تحفة. هوريكم نضفته ازاي وهنطبخه سوا، وهوريكم كل حاجة من اول ما بدأت لحد الشكل النهائي للأكل. ولو انت معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي، يا ريت تدعميني بلايك وكومنت من ايديك الحلوين، وما تبخليش عليا، وصلوا على النبي في الكومنتات علشان اخد الاجر انا وانتي. ويلا بقى ننضف السمك كده مع بعض. في الاول قصقصته كده وشلت كل الزعانف اللي فيه، وكنت بنضف حرفيا، والولاد كانوا واقفين فوق دماغي: يا ماما ما تعملوهوش دلوقتي. هما لسه عشان ماما بتقتلهم ليه؟ ماما يتقتلوا بقام ليه؟ زي ما انتوا سامعين كده ابني الصغير مصمم ان انا قتلته. يا ماما ما تقتليش السمك، انت بتقتليه ليه؟ بس بجد السمك كان ما شاء الله عليه تحفة. كان كمان بطنه سمينة ونضيفة، وكانت الخياشيم بتاعته لونها وردي كده، وكان بصراحة حلو جدا. بس بصراحة كده الولاد علموني الأدب وحرمت أجيبه تاني. مين فيكو بقى زيي هيخاف يجيب السمك صح علشان الأولاد؟ وده شكل السمك بعد التنظيف، ما شاء الله كان مبطرخ وكان نضيف من جوه، وبصراحة كان نفسي اوريهولكم من جوه بس المقطع ما تصورش للأسف. طبعا غسلته بشكل كويس مرة واتنين وتلاتة لحد ما بقى بالشكل ده، وحطيت عليه مية ودقيق وعصرت ليمونتين حلوين كده، وهسيبه في المية دي حوالي نص ساعة على ما نطبخ الرز ونجهز الدقة. بيكون كده خلاص جهز معانا. يلا بقى نشوف عملنا له دقة ازاي، وبجد الدقة دي مفيش احسن منها. معايا طماطمايه وشوية من الكزبرة، ومعايا فلفل وشطة وليمونتين، وطبعا عليهم شوية من التوم ومعلقتين خل، وكمان شوية ملح. والبهارات عبارة عن كزبرة وشطة وكمون، وطبعا فرمتهم في الكبة. ويلا بقى نشوف هنعمل الرز ازاي. النهاردة بصراحة عملت رز أبيض لأن الوقت كان اتأخر، يعني كانوا العيال عطلوني على ما خلصت عمايل السمك، فعملت شوية رز أبيض كده على السريع، وعملت طبقين سلطة ومشينا الدنيا، وكانت أكلة زي العسل. ما تعطليش نفسك وما توقفيش نفسك على حاجة. اللي ما تعملش النهاردة يتعمل بكرة أو هيتعمل المرة الجاي. عدي يومك سريع سريع كده وخلي دنيتك تمشي. غسلت الرز كويس لحد ما لقيت المية بتاعته رقت كده وبقت نظيفة، سبته. وهنجيب بقى الحلة على البوتاجاز ونطبخ شوية الرز في ثانية كده. انا بحط الزيت وبنزل عليه بالملح، وبعد كده بنزل بالمية. كوباية الرز عليها كوباية مية، حطيت 3 كوبايات رز، حطيت عليهم 3 كوبايات مية. حطينا المية تغلي، وبعد كده هنزل عليها بالرز المغسول. الرز هيغلي وهقلبه من وقت للتاني، ولما يشرب ميته ههدى عليه واسيبه يكمل سواه. دلوقتي هنسيب بقى الرز يكمل سواه براحته، وهنرجع تاني للسمك. كنا نقعينه ودلوقتي انا بغسله. هغسله كم مرة لحد ما يبقى نضيف معاه. زي ما انتوا شايفين كده زي الفل من جوه. والصغننة العسولة دي كانت اصغر سمكة في السمك، شكلها كده كانت طبة الميزان. ودلوقتي كنا خلصنا وهنحشي بقى السمك طبعا علشان نقليه. وزي ما انتوا شايفين كده حطيت الحشوة فيه. لما بيبقى السمك كبير معايا ببقى فتحه من بره وبحط فيه الحشوة، بيبقى بصراحة طعمه حلو جدا وبيبقى مملح لحد جوه، بس عشان هو كان صغير معايا ما فتحتوش.
وهنجهز الدقيق علشان نلف فيه السمك ونقليه على طول. حطيت فيه ملح وكمون وكزبرة وشطة، وكمان حطيت شوية من الكركم، وكان الكركم معايا شوية زودت شوية كمان وقلبتهم. انا ما كترتش بصراحة، ما بحبش يبقى لونه اصفر قوي، وساعات كمان بستغنى عنه. انت بايدك تطلعي السمك اصفر وحلو من الزيت من غير ما تحطي له اي حاجة. لفيت السمك في الدقيق وهقليه على طول، لاني بصراحة كنت مستعجلة. انت ممكن تلفيه في الدقيق وتسيبيه حوالي ربع ساعة كده او 10 دقايق، هيكون اتشرب الدقيق ومش هيحرق معاك الزيت. مستعجلة زي كده؟ اتكلي على الله وربنا يحسن ما بين ايديك، ان شاء الله يطلع زي العسل من ايديك الحلوين. حطيت طاسة فيها زيت ونزلت بالسمك، بمسك السمكاية من عند الراس كده بالراحة وبنزلها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. وانا بحمر السمك بصراحة في سمكية خوفتني، لقيتها مقوسة زي ما انتوا شايفين كده، افتكرت ان هي كانت لسه صاحية، بس رجعت تاني طمنت نفسي وقلت ازاي يعني بعد ما اتنضفت واتنقعت وقعدت وقت قد كده هتبقى لسه صاحية؟ ايه رأيكم بقى في الكلام ده؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم في كومنت. وطبعا النار بتبقى وسط، ما تخليهاش عالية عشان السمك ما يتشعوطش منك ويبقى لسه ني من جوه. بصراحة الطاسة كانت عندي صغيرة فحمرت السمك على 3 مرات، بس ما وقفتش حمر كده وخلاص، جبت السلطة وعملتها وانا واقفة كده بالمرة. وبجد الطماطم غالية قوي يا بنات اليومين دول، الكيلو عندنا ب50 جنيه، مش عارفة بقى في كل حتة كده ولا عندنا احنا بس. طبعا السمك بهدل الدنيا في التحمير زي ما انتوا شايفين كده، بهدل البوتاجاز وخلاه شكله صعب جدا. وطبعا بعتذر علشان الإضاءة، يعني حساها ما هياش حلوة خالص، فمعلش بقى استحملوني. وده كان آخر حاجة، وكده خلصنا السمك بتاعنا وطلع. كنت سايبة شوية دقة رشدت عليه كده من بره عشان يبقى مملح من بره ومن جوه، وبجد كان طعمه رهيب. وكده طبق التقديم، حطيت شوية رز وحطيت سلطة وحطيت السمك، وكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا رشة كزبرة كده، وبجد كان في منتهى الجمال. ولو وصلت معايا لحد هنا ياريت ما تنسنيش بلايك من ايديك الحلوة وكومنت جميل منك علشان تشجعيني وتدعميني اكمل معاكي. وده كان شكل السمك من جوه، كان لونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده، وطعمه بجد كان رهيب. بتمنى يكون عجبك الفيديو وما تكونش زهقت مني. ولو انت اول مرة تشوفيني طبعا يسعدني ويشرفني وجودك معاي. ويلا بسرعة لايك واشتراك علشان يوصلكوا احلى الوصفات. مع السلامة.